بما انك يا صديقي كده بتدور على طريقة تفعيل رقم تليجرام او فتح حساب على التليجرام بكل سهولة طبعا بدون ما تشترك في المميز او اي حاجة او تظهر لك اي خطأ، حابب اقول لك يا صديقي دخلت الفيديو مناسب. اعرفك يا صديقي تفعل حساب للتليجرام بكل سهولة. عاوزك حبيب قلبي كده لو انت اول مرة تتفرج عليا بس سبسكرايب في القناة وعلى الجرس واشترك جديد ولك كومنت يا صديقي عشان بختار كومنتات عشوائية وبداركم مجانية. وبس حبيب قلبي كده ويلا بينا كده على الشرح. بدينك حبيب قلبي كده نطلع كده من نسخة التليجرام. طبعا اهم حاجة هنا وتركز هنا. طبعا في بعض الناس بتقع في المشكله دي اللي انت اصلا، طبعا في ناس بتحمل تطبيق الاستنساخ وتضيف كده كام نسخه تليجرام وتيجي تحط النمبر يظهر لها اللي هي لازم تشترك في المميز والكلام ده. هنا يا صديقي كده في خطا مشكله هنا، اللي انت اصلا مش هتنفع تفعل اي رقم على نسخه تليجرام تكون اصلا مستنسخه من اي تطبيق عامه خارجي. تمام، فانت لازم تفعل النمبر او حساب، لازم تكون نسخه التليجرام من المتجر اللي هي العاديه. تمام كده خلصنا كده من اول حاجه. دلوقتي حبيب قلبي كده دلوقتي انت هتدفع الرقم هتعمل ايه؟ دلوقتي انت دلوقتي معاك رقم زي كده. دلوقتي يا حبيب قلبي كده معاك رقم زي كده. طبعا انت فعلت الرقم ده من اي بوت او اي طريقه عامه. طبعا في ارقام بتشتغل على تليجرام وفي ارقام ما بتشتغلش. تمام، دلوقتي خلينا في الارقام دي. طب دلوقتي يا صديقي كده انا مفعل الرقم ده من بوت قبل كده انا كنت منزله. دلوقتي يا صديقي عاوز اخلي النمبر ده اللي انا فاتح بيه على الواتساب اخليه مفتوح برضو على التليجرام. هعمل ايه دلوقتي يا صديقي؟ حابب اقول لك تابع الخطوات خطوه بخطوه كده وما تقدمش اي حاجه عشان تعرف كل خطوه طبعا انا بعملها. دلوقتي في بعض الناس تكتب في الكومنتات انت نزلت الطريقه دي قبل كده والكلام ده، بس انا حابب بس اوصل لك بس معلومه. اي واحد يطلع غير كده ويطلع يقول لك انت هتفتح حسابات كتيره ومش عارف ايه والكلام ده طبعا وبدون نسخه المتجر، حابب اقول لك اللي هو بيكذب عليك. دلوقتي حابب قلبي كده لازم عشان تفتح حساب او تفتح رقم اصلا على تليجرام، لازم طبعا لو انت حابب تفتح مثلا اكتر اقل حاجه يا صديقي كده عشان ما تكونش انت متوثق على حسابك، اقل حاجه 3 حسابات بس اللي هم يتفتحوا. لو انت اصلا متوثق على التليجرام هتفتح 4 و5 عادي بدون اي مشاكل. لكن لو انت مش متوثق خالص مش هتعرف تفتح اصلا الحساب او كم حساب تاني يكون موجودين او تفتح تليجرام اصلا يكون من اي تطبيق استنساخ. تمام، دلوقتي حبيب قلبي دلوقتي انت دلوقتي معاك رقم زي كده انت مفعله من اي طريقه. انت دلوقتي حابب تفعله على التليجرام هتعمل ايه دلوقتي يا صديقي كده؟ دلوقتي خليك معايا دلوقتي نطلع كده خالص. تمام، طبعا بعد ما نخش كده على الرقم كل حاجه نضغط كده على كلمه الحساب دي. طبعا بعد كده ندوس كده يا صديقي كده على عندك هنا اهو البريد الالكتروني. هنا يا صديقي كده طبعا النمبر ده معلوش اي بريد او مربوط باي بريد نهائيا. دلوقتي يا صديقي كده هروح اجيب بريد كده يكون انا عامله جديد وهرجع لك من تاني. طيب يا حبايب قلبي كده جبت بريد كده انا لسه عامله جديد اهو قدام عينك. طبعا لازم تكون انت عامل بريد جديد عشان الكود يوصل لك او فريق الدعم يرد عليك اول باول. دلوقتي يا صديقي نعمل كده التالي. طب يا صديقي كده طبعا دلوقتي بيقول لك تم ارسال الكود. دلوقتي يا صديقي كده هترجع كده على نفس الجيميل اللي انت تربطه بالرقم الواتساب. تمام، دلوقتي يا صديقي نرجع كده خالص كده هتلاقيه اصلا بعت لك الدعم رد عليك اهو، بعت لك الكود اللي هو الخاص اصلا اللي هو الرقم الواتساب. ندخل كده يا صديقي كده طبعا عندك ان هو بيسيب لك ان هو الكود اهو مكون من 6 ارقام. نضغط عليه ضغطه طويله كده هتلاقيه اتنسخ معاك. نضغط كده على كلمه نسخ. نرجع كده يا صديقي كده على نفس نسخة الواتساب اللي احنا نربط بيه الجيميل طبعا ونعمل كده لاصق كده طبعا اللي هي الكود اصلا. تمام، طبعا كده نضغط هنا التحقق. هنا نسيبه يتحقق. هنا بيقول لك تم تحقق كل حاجه. كده خلصنا كده من اول حاجه يا صديقي. كده كده احنا ربطنا كده جيميل كده على نفس رقم الواتساب اللي احنا هنفعله تليجرام. تمام، دلوقتي كده خلصنا من اول حاجه كده يا صديقي. نطلع كده خالص، نطلع كده تاني. تمام، بعد كده ندخل كده على البايل من فوق كده. طبعا ناخد النمبر ده نسخ. تمام، ركز معايا النمبر ده اخره 24. طبعا تاخد النمبر ده نسخ كده وتروح كده على نسخه التليجرام اللي احنا نفعل عليها الرقم دلوقتي. طب دلوقتي تاخد النسخه كده وارجع لك من تاني. دلوقتي يا صديقي كده خدنا نفس النمبر كده اللي احنا ربطنا عليه الجميل اهو اللي هو النمبر اللي اخره 24 اهو قدام عينك. تمام، بعد كده نضغط هنا السهم اللي من تحت كده. تمام، بعد كده نضغط هنا على كلمة نعم. هنا يا صديقي بيقول لك اختار بريد الكتروني تسجيل الدخول. نفس البريد الالكتروني اللي انت ربطت بيه على نفس النمبر هتربطه نفس اللي هو على التليجرام. تمام، طب دلوقتي هنعمل لصق كده لنفس البريد اللي احنا ربطناه على الواتساب. دلوقتي يا حبيب قلبي كده ده نفس البريد اللي انا ربطت بيه الواتساب اهو قدام عينك. ده نفس البريد اهو، ركز معايا. بعد كده نضغط هنا على السهم كده تاني. تمام، هنا يا صديقي بيقول لك في رمز تحقق وصل لك على نفس الجيميل ده. تمام، طبعا نرجع كده يا صديقي كده. تمام، ونروح كده على نفس الجيميل كده هنشوف في كود وصل لنا ولا لا. دلوقتي يا صديقي اهو بالفعل يا صديقي بيقول لك رمز اهو اللي هو خاص بالتليجرام. نخش كده طبعا زي ما انت شايف كده اهو بعت لنا رمز اهو زي ما انت شايف. نضغط عليه ضغطه مطوله كده ونعمل حاجه اسمها نسخ. بعدين يا صديقي نرجع كده على نسخه التليجرام عادي كده وبعد كده نعمل لصق كده للكود اللي هو وصل لنا. دلوقتي يا صديقي نعمل كده لاسك كده يا صديقي ونشوف دكتور هيتفاعل معانا ولا لا. بالفعل حبيب قلبي دلوقتي كده خلاص كده اخر خطوه عندنا في الشرح دلوقتي. طب دلوقتي خلاص يا صديقي كده مش هينفع تبعت كود غير لما الثانيه دياتي او عدد الثواني دي تخلص. تمام، دلوقتي هيديك اصلا دقيقه بس واحده فقط. اول ما تخلص كده يا صديقي كده هتعمل حاجه اسمها
ابعت رساله نصيه كده اس ام اس كده، هيرسل لك كود يا صديقي كده على نفس النمبر اللي انت ربطت على الجيميل وكده يا صديقي كده. مبروك عليك. دلوقتي يا صديقي كده مش هقفل معاك الشرح غير لما يخلص عدد السنه دول، وهرجع لك من تاني عشان نخلص اخر خطوه كده. رجعت لك كده من تاني طبعا، خلاص كده عدي معانا وخلص اهو. بعد كده تبعت دلوقتي يا صديقي تعمل حاجه اسمها الحصول على الرمز برساله نصيه، تضغط عليه ضغطه واحده كده. كده خلاص يا صديقي كده بعت لك كده الكود كده اللي هي اخر خطوه كده. نرجع كده يا صديقي على نفس الرقم اهو. تمام. نطلع كده خطوه، ركز اللي هو نفس الرقم اهو اللي هو 24. نطلع تاني كده، بالفعل كحب قلبي كده خلاص كده بعت لنا الكود اهو اللي هي اخر خطوه اهو قدامك يا صديقي كده. اللي هو يا صديقي رمز اهو زي ما انت شايف كده، اللي هو 2 8 4 8 0 اهو زي ما انت شايف. ناخد كده اللي هو الكود ده نسخه كده، ونروح كده على نسخه التليجرام. تمام. بعد كده نعمل كده اهو لصق كده. كده خلاص يا صديقي كده مبروك عليك كده، الحساب فتح معانا بدون اي مشاكل. طبعا هنا بيقول لك معلومات الملف الشخصي، طبعا تملى المعلومات دياتي اسمك والكلام ده. طبعا نحط كده يا صديقي كده اي اسم عادي كده. تمام. بعد كده نعمل حاجه اسمها لو انت حابب تضيف صوره وكل حاجه، طبعا كل ده على حسب مزاجك انت. تمام. بعد كده ضغطنا على السحب اللي من تحت كده. خلاص كده يا صديقي كده فعلا بيقول لك هلا بيك في التليجرام. كده خلاص يا صديقي كده الرقم فعلناه بكل سهوله زي ما انت شفت كده. طبعا مفيش اسهل من كده يا صديقي كده. عاوزك يا صديقي لو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتشترك في جديد. وبس كده يا حبايب قلبي كده